هل يرحل خيسوس عن تدريب الهلال؟ اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم وقناتكم المفضله الجماهير سبورت، وتعليقا على احد الامور المثيره والجدليه في السعوديه. هلا والله بالغلا احبائي واشواقي في المملكه. وصلتك هذه الحلقه اضغط لايك، اشترك في القناه، فعل الجرس، لاننا اليوم سنتحدث عن موضوع هام جدا جدا، وموضوع يشغل بال الشارع السعودي، ويتعلق برحيل خيسوس لتدريب برشلونة. هل هو أمر قابل للحدوث أم لا؟ إذن فلنبدأ على بركة الله. المعلق البرازيلي أندري هينينج فجر حالة من الجدل بعدما أبدى رأيه إزاء حديث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني الأول لكرة القدم بنادي الهلال حول عقده بعد إنجاز الرقم القياسي. خيسوس قاد الهلال لكتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس كأكبر فريق تحقيقا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 28 مباراة متتالية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. هينينج قال إن حديث خيسوس حول عقده يثير الشكوك، وأن المدرب ليس غبيا لكي يصرح بهذا الشيء، علما بأن مدرب الهلال قال إن عقده سينتهي خلال شهر مايو المقبل. وهينينج أوضح أن خيسوس ربما يرغب في الحصول على عقد أفضل داخل الهلال أو مع الهلال، أو طبعا هذا من حقه يا جماعة، يعني هذا الرقم القياسي وهذه الانتدابات المميزة وهذه الأداءات المميزة، فمن حقه أن يطلب ذلك. وقال أيضا إن حقه أن يطلب هذا الرقم داخل الفريق الهلالاوي مع نتائجه وأرقامه القياسية وأدائه خلال الفترة المقبلة. ولكن في الوقت نفسه وفي المقابل وفي سياق متصل أكد أن هناك أندية ستكون بلا مدرب مع نهاية الموسم، بين الثنائي منهما الثنائي البرتغالي بنفيكا وبورتو، برشلونة الإسباني أيضا بعدما أعلن تشافي أنه سيرحل أو نيته للرحيل بعد نهاية الموسم، ومن الوارد أن يفكر في خيسوس. فيما أتوقع أن المدرب سيختار البقاء في الهلال نظرا للعائد القياسي الذي ربما سيحصل عليه في عقد جديد مع النادي. وكذلك في وجهة نظري أنا أن الهلال سيستميت في الدفاع عن خيسوس ووجوده. الهلال الآن يتزعم رصيد إصدار ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة من 23 مباراة بواقع 21 فوز وتعادلين فقط، ويستعد لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. إذن الآن الاتحاد أيضا سيواجه الهلال، الاتحاد 3 مواجهات والرابعة أمام الهلال، ربما ستكون 4 خسارات متتالية قاسية على الاتحاد في وقت قريب جدا. النصر في نصف النهائي كأس السوبرز أيضا سيواجه الهلال، ثم سيواجه العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. إذن أمام الهلال رزنامة قوية جدا قد تحدد مصيره. ربما يعني سنكون غير منصفين إذا قلنا أن ما تبقى من الموسم سيحدد مصير خيسوس مع الهلال، ربما لأن خيسوس قدم المطلوب منه بكثير يعني، ولكن في النهاية هي لعبة البطولات. يعني إن كنت قد حققت كل هذه الأرقام ولم تحصل على بطولات فالأمر يعني لن يفيدك شيء، هي رقم في موسوعة جينيس، لكن الأهم هي البطولات. فأنا أعتقد أن خيسوس سيركز الآن على البطولات، أولها الدوري بالتأكيد ودوري أبطال آسيا. مواجهة العين ليست بالسهلة، خاصة أن العين منافس قوي جدا وأحرج النصر، وربما نقول أن هذا مستوى النصر، يعني ربما سيتعامل الهلال بواقعية أكثر وقوة أكثر مع العين ويقصيه ليصل إلى النهائي ويعني يلاقي أحد الفرق من شرق آسيا. وفي نفس الوقت على مستوى البطولات سواء كان كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس السوبر السعودي، أنا أعتقد أن الهلال أبرز المرشحين إن لم تحدث المفاجآت. وإذا في وجهة نظري أيضا أن خيسوس سيميل إلى البقاء في الهلال، لأن الهلال سيستميت للدفاع عن خيسوس بعدما أظهر هذه القدرة على القراءة التكتيكية للفرق في السعودية وفي آسيا، وحتى كمان في كأس العالم. ربما سيكون خيسوس يعني في كأس العالم عنده قدرة على الإضافة القوية للهلال، إن لم تغير الإدارة في وقت واحد يعني، أو في وقت مفاجئ رأيها وترغب في أن تتعاقد مع مدرب ذو اسم لكي يحقق لها في كأس العالم للأندية الموسع الذي سيكون العام المقبل إن شاء الله أحد الإنجازات التاريخية، لأن
يمكن لنا ان نقول ان كاس العالم للانديه الحقيقي قد بدأ أو سيبدأ إن شاء الله من العام المقبل، لأن كأس العالم للأندية بمسمياته السابقة وبأشكاله السابقة لم يكن بهذه القدرة وبهذه يعني الأندية والتنافس العالي والفير بلاي والفير جيم الذي سيظهر في هذه البطولة. عموما إن شاء الله هنا على هذه القناة سنتابع كل جديد الحصريات في الدوري السعودي واخبار الهلال وكل اخبار الفرق السعوديه. لذا ان لم تكن مشترك الان اشترك. لماذا لا تشترك في هذه القناه؟ هي مرجعك الاول لكل ما يتعلق بالاخبار في الكره السعوديه والعربيه والعالميه. اشترك الان وفعل الجرس، وخالص تحياتي وتقديري والى اللقاء.